السلام عليكم خوتي. زوج الشرعي. السعد الشرعي راح يتزوج برجل واحد المغربي. شوفوا خوتي، عندهم العرس بالسبت إن شاء الله في قاعة الأعراس في طنجة، سميها بالخلدون في طنجة. والله العظيم خوتي غير صح، والله راح يتزوج به. راح يتزوج بعبد الواحد المغربي. وهذا هو زواج مثلي بين رجل ورجل. السعد الشرعي حيتزوج عبد الواحد. شوفوا خوتكم كيف يعنقوا، شوفوا كيف يعنقوا ويتحابوا مع بعضهم وينام معه. وبعض الأخبار، عندي صاحبتي مغربية هي تعيش قريبة من هذا عبد الواحد، وهما صافي عندهم في علاقة حب عليها تقريبا 18 شهر. 18 شهر ويحبوا بعضهم البعض. والشخص الشرعي هذا يحب كثيرا عبد الواحد، وينامون مع بعضهم. وكما قال لك ذلك راح يجيبوا واحد الطفل. واحد الطفل راح يجيبوه من اليمن باش يربيوه، سمعت، باش يربيوه. والمهم والزواج المثلي في المغرب هو السعادة الشرعية مع عبد الواحد. شوف كيف يعمقوا. شوف شوف هذا اللي حكيته مع رجلة يمن. شوفوا خالتي. شوفوا خالتي، إن شاء الله دعم معروضين السبت إن شاء الله. الله شو تعزيز في طنجة بكون معروضين العرس. سمعتوا؟ الرجل هو عبد واحد، بس الواحد يحب الرجال، يحبيني كرجال، وهذا يحبيتنك. هذا الساد الشرعي يحب اللي نيكو. شوفوا خالتي كيف يعنق فيه. شوفوا من الأول قلنا لكم هذا هوموسيكسيال. هذا سمعت، هذا الزمن هذا والله. شوفوا كيف يعنق فيه. شوفوا خالتي كيف يعنق فيه. وداروا ماركيز. وشوفوا كيديروا مكياج. هذا أسعد الشرعي يديروا مكياج. شوفوا خالتي، شوفوا كيف يدير، شوفوا كيف يعنق فيه. شو خالتي، شو ربي كيف خلصه. هذا الفتان مرتزق. الآخر كملها راح يتزوج بعبد الواحد المغربي. والله العظيم شمعت الضحك. والله شمعت الضحك، اقسم بالله شمعت الضحك. ربي يخلصو. حاولتي صح بالصوت ان شاء الله راح يديروا العرس والله العظيم.